السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. هاد الفيديو غادي نهضروا فيها على كيفاش ندبر المدخول ديالي باش نعيش مرتاح ماديا. بزاف منا كيخدموا الشهر كامل، كيجي هذاك الصالير كتعيش مبرع السيمانه الاولى. اون فوا كدوز هذيك السيمانه الاولى كترجع القضيه شويه مزيره، حيت التدبير ديال المال ما كانش تيتم بطريقه صحيحه. ما كرهتيش تكبر واحد الادخار وتوجد مستقبل امن ليك الناس اللي عزاز عليك، ولكن ما عرفتيش باش غتبدا ولا كيفاش غادي دير. خليك معايا، غادي نوريك في كلكو زيتاب كيفاش غتوصل لهذا الهدف هذا. اول حاجه خصك تعرف فلوسك فين كيمشيو. قبل ما نهضروا على الادخار ولا الاستثمار، خصنا في الاول بعدا نعرفوا الفلوس اللي كندخلوا فين كيمشيو. دونك في هذه المرحله هذه كنقيدوا بعدا كاع الفلوس اللي كندخلوا، لا عندنا شي صالير، لا عندنا شي بريم، لا عندنا شي جو سي با شي كرا تيدخل علينا، لا عندنا شي حد تيعاوننا. هاد الشيء هاد الفلوس كامل اللي كيدخلوا كنجمعوهم وكنحطوهم باش نعرفوا راسنا شحال غادي ندخلوا. سورتو هاد القضيه اوسي مهمه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ان ريفوني فيكس، ولا ما عندهمش يعني صالير اللي كيدخل لهم في اخر الشهر. كتلقاه مثلا عنده خدمه كيدخل كل نهار شويه ولا كل سيمانه شويه. دونك هاد القضيه هذه مهمه جدا. المهن الحره اوسي اللي كتلقاهم عندهم ان ريفوني ايريغولي، يعني يدخلوا الفلوس دون فاصون غير منتظمه. دونك بالنسبه لهم ضروري يقيدوا شحال كيدخلوا كل شهر. ثاني حاجه هي نقيدوا لي ديبونس ولا المصاريف. اي حاجه كنخرجوا من جيبنا خصها تقيد. باش نقيدوا المصاريف ديالنا ونتبعوهم مزيان، نقدروا نستعملوا طابلو اكسل، نقدروا نستعملوا لي زابليكاسيون كون بو تروفي سور اب ستور ولا جوجل بلاي، ولا كاع اللي ما عندوش مع لا تكنولوجي يقدر يدير سميتو كارني صغيور يخليه ديما في جيبو، ولا البنات في الساكاما كومسا. اي ديبونس درتيها كتقيديها باش ما تنسايهاش، حيت سي تري امبورطون. هاد ليكزارسيس يل فو الفير او موان سور 2 موا باش كنعرفوا فين فلوسنا كيمشيو، وشحال كندخلوا، وشحال كيبقى لينا، وشحال اللي ما كيبقاش لينا. دونك سي تري امبورطون هاد التمرين. خص بنادم شويه يصبر فيه، حيت باش ديروا على شهرين تيقدر يكون يبان طويل وصعيب، ولكن راه غير شويه ديال الصبر وشويه غادي يدخل لك مع العادات ديالك. غتولي فوق ما كتحط يدك في جيبك ولا في بسطامك كتجبد الكارني وكتقيد، ولا في التليفون بورطابل، حيت العادات مهم. هذه هي اللي غدير لنا لا باز اللي غادي نبنيو عليها ابخي لي بوست دو ديبونس ديالنا. صافي او ديال هذيك الشهرين كنديروا لو بيلان، ولا كنشدو كنقولوا هذا دابا خصنا نعرفوا راسنا شنو كاين. كتقلب ولا سيدي كاع على هذوك لي ديبونس انوتيل، ولا دوك المصاريف اللي ما عندها حتى شي معنى. مثلا الماكله في الزنقه دون فاصون كونتينيو وغير عقلانيه، يعني تقدر تاكل في الصباح والعشاء والغداء وقهوه وحلوه. المهم هذيك القضيه خصها بنادم يضبطها. مثلا عندك انا ابونمون تليفونيك ديال 300 درهم ولا 400 درهم، الوغ كنت ما كخدامش بداك التليفون، تضيع دوك الفلوس ولا تضيع داك الابونمون غير في الهضره الخاويه مع الناس وهذا. دونك يفو اوبتيميزا، والحمد لله دابا راه كاين دي زابونمون 50 درهم 100 درهم افيك لي زوبيراتور ديالنا في المغرب. دونك يا بوسيبيليتي دو فير دي ايكونومي سور سا. كما قلت، لما كنتيش كتخدمي بهم، لا كنتي كتخدم بهم، لا كنتي كتخدم بالتليفون ديالك هو زعما ان اوتي دو ترافاي، اس مومون لا ضروري خلي هذاك لابونمون ديالك. كنلقاو مثلا لابونمون ديال السبور، مثلا عندك ان ابونمون في جوج ديال لي صال، ولا واحد لا صال وما كتمشيش ليها. دونك يفو اسيي دو ليميتي لي ديبونس ديالك. لي كونط بانكير سا سي تري امبورطون اوسي. كتلقى الانسان ما منيغوسيش لو باك اللي عنده مع لا بنك ديالو، وكتلقاه كيخلص جو سي با 50 درهم في الشهر 60 درهم. دونك اون فوا نقينا البودجي ديالنا من دوك المصاريف اللي ما صالحين لوالو، اللي كيضيعوا لنا الفلوس على حتى حاجه، غادي خصنا نديروا المراكز ديال المصروفات ولا لي بوست دو ديبونس باش نعرفوا فلوسنا فين كيمشيو في كل حاجه. لما عرفناش نديروا هذه القضيه هذه، نحاولوا نمشيو بلا ميثود ولا الطريقه ديال 50 30 20.
يعني 50% تو سكي اسونسيال مهم جدا للحياه، بحال السكنه، الماء، الضوء، الغاز، الماكله، على حسب واش تاكل في الزنقه ولا كتاكل في الدار. دونك هذاك الشيء اللي ضروري ومؤكد. و30% ديال الغوفونو ولا ديال المدخول خصها تمشي للوازير، الحوايج اللي تيفرحونا، بحال الشوبين، بحال الريستورون، كادو الناس اللي عزاز علينا، ainsi de suite. Pourquoi 30% sur pour la catégorie des jeunes حيت لما تمتعش بلا المفلسات وهو باقي صغير وقتاش غيتمتع بهم. دونك il faut pas se frustrer يعني بلا ما يحرمش راسو. واخا tu veux faire de l'épargne, tu veux faire de l'investissement مي لنفسك عليك حقا. دونك من الافضل ان نفسك حتى هي تهلا فيها وتبغيها وتخسر عليها فليسات. Et la dernière partie, les 20%, c'est pour l'épargne et ou l'investissement. يعني الادخار والاستثمار. ماشي حيت قلنا 20% الاخرى تجي غتخليها هي الاخرى تيشطروك فلوس، نو درتيها هكا عمرتك فلوس ما غيشيطو. يفو خصك تهزها من الاول بحالها، بحال الكرا، بحال الماء، بحال الضوء، تهز ديك 20% وتخليها دو كوتي بور باش تستثمرها ابخي. درتي دابا هاد الخدمه كامله، غتحط هاد الخطه اون بلاص وغادي تبقى تاجستيها، يعني كتقادها شهر من مورا شهر حتى تلقى ليكيليبر ديالك. حيت ماشي قلنا 50 30 20 ستادير غيكون هو داكشي محدد بالنسبه لكلشي، حيت كاين اللي غادي يطيح في ديك 15 ديال ليبارن، كاين اللي غيطيح في 10. المهم داكشي كل واحد غادي يلقى لا فورمول اللي غادي تكون مناسبه ليه هو. وبزاف د الناس يقدر يقول لك 20% بزاف على ليبارن، بزاف على الادخار، وابخي اوسي الله يحسن العوان كاين اللي كيكونوا عنده لي شارج طالعين بزاف. المهم هو اننا نبداو ب 4% 5%، شويه نطلعوا شويه 10% 15%، حتى كنوصلوا لهذاك لو نيفو اللي حنا باغيين. المهم هو بنادم ما يلاشيش، يفو با لاشي، يبقى شاد شهر مورا شهر. واخا كاع شي شهر طرنا جاونا شي حويجات اكسبسيونيل، يعني ماشي ضروري كيكونوا تو لي موا، سي با غراف، نخليو داك الشهر يدوز ونعاودو نبداو من سميتو. هو ما خصش بنادم يفقد الامل ويقول لا صافي انا داكشي ديال الفلوس، جميع الفلوس ما عنديش معاه. ما كاينش هاد القضيه هادي وما كاينش هاد الهضره. كاع الناس ربي يعطيك عقل باش ما تخسرش فلوسك كاملين، واش تقدر دير شي حاجه للمستقبل ديالك. واحد الحاجه مهمه حتى هي باش تعاونك باش دير الادخار، هي انك تفتح حساب ديال الادخار. كاع الوكالات البنكيه يقدموا هذه الخدمه هذه. يكفي انك تمشي عندهم تقول لهم انا بغيت ندير ان كونط ديبارن، كيحلوا لك ان كونط ودير فيه ان فيرمون اوتوماتيك، يعني فيرمون كيبدا يدوزك من الحساب العادي ديالك لو كونط ديبارن شاك مو، وما تاخذش بطاقه السحب على هذاك الحساب ديال الادخار باش كاع هذيك لا طونطاسيون ولا باش تفكر انك تمشي تحتاج لا احتاجيت الفلوس غنمشي نجبد تسد عليك هذاك الباب. لا احتاجيتي فلوس لا قدر الله غتمشي تجبدهم من لاجونس. وما تنساش ان باش تكون مرتاح في المستقبل من الناحيه الماليه كلشي كيبدا بالتدبير ديال الفلوس اللي كتشد دابا. وما تنساش الفلوس راه غير اداه، من فوا غتستعملها غتعرف كيفاش تستعملها غتولي هي تخدم عليك. واخر ايطاب هي الاستثمار ما نهضروش عليها بزاف اليوم، مي خص تعرفوا انها شي حاجه سهله واي واحد يقدر يدير استثمار. ماشي بنادم يسمع استثمار يسحبوا يحط الملايين ديال الدولار، نو با دو تو. اي واحد يقدر يبدا استثمار، وكاين بزاف الحمد لله ديال لي زوبسيون في المغرب باش تستثمر. غادي يكون هذا الموضوع غادي نهضر عليه في حلقه واحده اخرى ان شاء الله. وانتي شنو هو المشكله اللي كتواجهكم فاش تقرروا انكم ديروا الادخار؟ كتبها لي في كومونتير كومسا نقدروا نهضروا عليها المره الماجيه. ولا عجبك المحتوى ديال القناه خلي لنا واحد لايك ودير سبسكرايب.
كمسا دخل معنا في لا كوميونيتي ديال الادخار والاستثمار في المغرب. شكرا على المتابعة، نهاركم مبروك.